وفي الاول طبعا لازم اعرض لحضراتكم لقطه اعتداء صامويل ايتو رئيس الاتحاد كره القدم الكاميروني بعد اعتدائه على سعيد مأموني اليوتيوبر الجزائري. ودي اللقطه زي ما حضراتكم شفتوا، وهقول لكم التفاصيل وايه السبب بالظبط اللي حصل في الموضوع ده وايه اللي خلاه يعتدى عليه بالطريقه دي ونوقعه كمان في الارض. مش بس كده، ده كمان فضل يهاجم في اليوتيوبر. هنتكلم ايضا عن الصفقه اللي قدام حضراتكم دي، وهي صفقه النادي الاهلي الجديده ماركوس مارال، اللاعب البرازيلي، اللاعب المميز جدا، اللاعب اللي امكانياته واهدافه وارقامه خلال موسم 2022 بتثبت فعلا ان هو لاعب مميز جدا ولاعب يستحق التواجد داخل القلعه الحمراء. مش بس كده، ده مارسيل كولر كان اوصى باللاعب. هنتكلم ايضا عن محمد مجدي قفشه ورحيله، وهل فعلا هيقترب من الدوري الاكسلندي ولا الكلام ده مش حقيقي. هنتكلم ايضا عن القرار الحاسم اللي خرج من مارسيل كولر للاعبي الاهلي، وبالتحديد اكثر من لاعب، يعني حوالي 3 أو 4 لعيبه. الراجل وضح لهم قرار معين، لو انت ما مشيتش بنفس الدنيا دي لا انت كده الدنيا هتبوظ معاك. وقبل اي تفاصيل، يا مساء الفل على حضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، واهلا بكم في حلقه جديده ومهمه من حلقات برنامجكم ملعب القاضي اللي دايما بيبذل قصارى جهدي علشان يجيب لكم اهم وابرز الاخبار اللي تخص كره القدم وبالتحديد كره القدم المصريه. قبل اي تفاصيل اعمل لايك للفيديو ده علشان يوصل للناس، واشترك في القناه لو انت مش مشترك، وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وتعالوا سريعا كده نروح نشوف ايه القصه بالظبط. سعيد مأموني ده يوتيوبر جزائري، كلنا عارفين طبعا تأهل الكاميرون على الجزائر كانت على حساب الجزائر، وعلشان طبعا تعادلوا في الذهاب والاياب، ولكن الكاميرون كان متقدم بهدفين. كنا عارفين كل التفاصيل بتاعه موضوع تأهل الكاميرون على حساب الجزائر، ولكن اللي احنا مش فاهمينه كويس وهو هل فعلا كانت في رشوه قدمت لبكاري جاسمن الحكم ولا الكلام ده مش حقيقي. طيب، اليوتيوبر سعيد مأموني اتكلم مع صامويل ايتو رئيس اتحاد كرة القدم الكاميروني وقال له، وجه له السؤال ده، قال له انتوا فعلا رشيتوا بكاري جاسمن ولا انتوا ما رشيتوهوش؟ يعني هل فعلا انتوا رشيتوا الراجل ده علشان تتأهلوا بسهولة على حساب الجزائر؟ اول ما سمع الكلام ده وعينك بقى زي ما بيقولوا كده ما تشوف الا النور، مسك الراجل طحنه زي ما حضراتكم شفتوا كده، وقعه في الارض. ده على فكره الفيديو كبير جدا بس انا ما ينفعش اعرض اكتر من كده. لو عرضت لكم الفيديو كامل هتلاقي ان في حاجات كتير جدا بتحصل في الفيديو، وفعلا ايتو يعني اتعصب زياده عن اللزوم على اليوتيوبر، وفعلا اتنرفز جدا جدا جدا. لو انت شايف ان فعلا حصل فيه ظلم في مباراه الجزائر والكاميرون، لو انت كنت سمعتها اكتب لي رايك في التعليقات. تعالوا نروح نشوف مين بقى ماركوس اللاعب اللي كان يقترب بقوه في الانتقالات الصيفيه اللي فاتت الماضيه، الانتقالات بدايه الموسم الجديد. ومارسيل كولر شخصيا قال لك انا يعني اللاعب ده لاعب بالنسبه لي متميز، وانا عايز اللاعب ده، انا عايز اضم اللاعب ده للنادي الاهلي. بدا يتكلم مارسيل كولر وبدا فعلا يشاهد في فيديوهات للاعب، واقتنع جدا 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 باللاعب، واقتنع بمهارات اللاعب، واقتنع باهداف اللاعب. مش بس كده، ده اقتنع كمان بان اللاعب يمتاز بانه بيحرز اهداف براسه، يعني مش عايز بس غير حاجه واحده بس تعملها له، وهو ان انت بس يعني ايه تديله كرات عرضيه مميزه، توصل له كوره لحد دماغه. هو ده اللي كان عايزه مين؟ هو ده اللي كان عايزه اللاعب فقط لا غير، وده هينفع جدا مع النادي الاهلي. في اكتر من لاعب كنت عرضته لحضراتكم وهتلاقوهم على قناتي، لعيبه بتعرف تشوط من بره، يعني في لعيبه بتمتاز بالشوط من خارج المنطقه، وده طبعا لعيبه محتاجها النادي الاهلي جدا. في اكتر من لاعب تاني برازيليين ايضا هتلاقوهم على قناتي، لو عايزين لو حابين تشوفوهم تدخلوا على قناتي تشوفوا دلوقتي. طيب، اللاعب ده ايه قصته باختصار كده يا عم انت؟ ماركوس اللاعب ده بيلعب في مركز المهاجم الصريح، واحيانا بيمثل دور الجناح، يعني احيانا بيلعب في جناح وينج رايت او وينج ليفت احيانا، بس الاكثر هو اللي بيلعب في مركز المهاجم الصريح او مركز الاسترايكر. اللاعب مميز جدا، لاعب عنده 28 سنه، عنده 28 سنه. خد بقى الحاجه الجميله اللي هقولها لك دلوقتي ده، عمرك شفت لاعب بيحرز اهداف اكتر من عدد مبارياته؟ بيحرز اهداف اكتر من عدد مبارياته. يعني الموسم اللي فات ده هو كان هداف الدوري الصيني. مش بس كده، ده فريقه هو بطل الدوري الصيني. مش بس كده، ده الراجل في 23 مباراه في موسم 2022 احرز 24 هدف وصنع او عمل اسيست لهدفين. تخيل بقى، يعني تخيل في اكتر من عدد المباريات اللي هو لعبها، يعني 24 هدف هو لعب 23 مباراه وصنع كمان هدفين، فيهم مباراه كان جايب فيها هاتريك، يعني فيهم مباراه الراجل ده كان جايب فيها هاتريك. فبكل ما تحمله الكلمه راجل يسمع بالفعل، مستواه يسمح بالفعل انه يكون متواجد داخل جدران القلعه الحمراء ومتواجد داخل النادي الاهلي. ده كل اقدر اقوله لك وكل اقدر اوصفه لك بخصوص ماركوس او بعض الناس بتقول عليه ماركو، ولكن هو اسمه ماركوس بالفعل يا جماعه. اللاعب ده
يقترب بوقوع في الوقت الحالي، لان الموضوع اتجدد مره اخرى، لان النادي الاهلي محتاج مهاجم، محتاج جناح، محتاج لاعب خط وسط، محتاج مدافع، 4 مراكز داخل المستطيل الاخضر، والكلام ده انا قلته قبل كده. النادي الاهلي محتاجهم: مدافع، لاعب خط وسط، لاعب بيلعب في مركز المهاجم، وعايز برضه لاعب يكون بيلعب في مركز الجناح، ويفضل هو يعني حابب جدا المدرسه البرازيليه، حابب جدا اللعيبه البرازيليه، لانه طبعا كنا شفنا برونو سافيو لاعب مميز جدا جاي النادي الاهلي، لاعب بيضيف، عنده اضافه دايما، وبالتالي النادي الاهلي متمسك جدا بانه يجيب لاعب برازيلي في الفتره اللي جايه. بعد ما شفت لقطات اللاعب اكتب لي رايك في التعليقات وقول لي انت ايه رايك في اللاعب ده، وايه رايك في انتقاله من الدوري الصيني الى الدوري المصري في النادي الاهلي. طيب نيجي بقى سريعا كده نروح مع بعضينا في حته محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه بعض الناس بيقولوا ان هو عنده عرض من الدوري الايسلندي، بعض الاخر بيقول ان مفيش عروض لمحمد مجدي قفشه. هو شخصيا طلع صرح تصريح غريب الحقيقه وقال لك ان انا لا امتلك اي عروض، مع اني انا واثق ان محمد مجدي قفشه عنده عرض واثنين وثلاثه، عروض خليجيه وعروض اوروبيه. بعض الناس اللي بتتكلم على فكره ان محمد مجدي قفشه ما عندوش عروض، وهو شخصيا لما قال انا ما عندوش عروض، انا ما اعرفش انا ممكن افسر دي بايه، ولكن كل اللي اقدر اقوله لك ان هو بالفعل يا جماعه عنده عروض، لكن هيرحل عن النادي الاهلي ما اقدرش اقول لك انا هيرحل او مش هيرحل، ما اقدرش ادي لك الاوكي في حاجه زي كده، لان احنا كلنا عارفين موضوع الصفقات، كل اللي احنا بنعرضهم وكل اللي احنا بنتكلم عليهم دول ما هما الا يعني ايه، بس او لا اجيبها لك ازاي، ما هما الا ناس مرشحه، يعني بعض وكلاء اللاعبين رشحوا اللاعب. طيب كل الصحف الايسلنديه كلها بتتكلم على فكره ان محمد مجدي قفشه هينتقل الى الدوري الايسلندي، كل الصحف بتتكلم على كده. فلما تشوف كلام الصحف اللي نشرت او المواقع كلها اللي نشرت ان محمد مجدي قفشه ان لاعب النادي الاهلي كذا كذا كذا، كل الناس دي بتتكلم محمد مجدي قفشه يطلع ينفي الكلام ده. طب جاي ازاي؟ طب ما في مصدر اساسي من داخل النادي الاهلي بيقول لك بعض او مش بعض، لا ده ناس في الدوري الايسلندي تواصلت مع وكلاء لاعبي، مع وكلاء محمد مجدي قفشه، ان هو اكثر من وكيل مع وكلاء محمد مجدي قفشه، واتكلموا معاه في الحته دي ان هو هيجي الدوري الايسلندي. طيب هتصدق مين ما تصدقش مين انا ما اعرفش بصراحه، ولكن انا كده جبت لكم كل التفاصيل اللي شغاله هناك وكل التفاصيل ايضا اللي شغاله هنا في مصر والاعلاميين المصريين والصحفيين المصريين. طيب كولر بقى وقراره الحاسم، هتنفع معايا وهتجتهد وهتبذل قصارى جهدك في التدريب وفي داخل المستطيل الاخضر في المباريات، انت هتكمل معايا، انت مش كده مش عايزك ومش هشوفك. وبالتحديد الكلام ده موجه للثلاثي فقط لا غير في النادي الاهلي، او بالتحديد يعني الثلاثه دول اكتر اثنين موجه لي او اكتر ثلاثه موجه ليهم الكلام، وهو محمد شريف ورامي ربيعه وايمن اشرف. 3 لعيبه دول كولر وحسام حسن 4 لعيبه دول الكلام موجه ليهم اكتر، دول الكلام داخل في سياق التهديد معاهم اكتر، لان بالفعل هو شايف انهم في التدريبات ما بيعملوش اللي عليهم مقصرين، ايضا في فرص هم بيفرطوا فيها ما بيستغلوهاش اطلاقا، وبالتالي الراجل قرر ان هو يتكلم معاهم بكل وضوح: لو مش هتنفعوا معايا مش هتكملوا معايا في الفريق. دي كانت وجهه نظر كولر، وده كان الفيديو باختصار. يا ريت الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وعملوا لايك للفيديو ده.